عارفين ايه الفرق بين الرزق والبركة؟ انا هقول لكم. الرزق الحاجة اللي احنا بنكسبها. البركة هي قدر الانتفاع من الرزق اللي انت بتكسبه، اللي هو يعني الرزق اللي ربنا عطاهولي قدر بقى الانتفاع بيه. يعني واحد بيكسب 100 جنيه بيضيعها كلها في نساير وفي هلكات ومش بيتنفع بيها كلها. البركة بقى هي قدر الانتفاع من الشيء. يعني واحد كسب 100 جنيه او انت مثلا كسبت 100 جنيه يبقى تنتفع بال100 جنيه دي، كده البركة، دي كده بركة الرزق. مثلا هديكم مثال تاني. معايا 3 اولاد انتفع بيهم، يبقى كلهم فيهم بر وفيهم خير، كلهم يبقوا مباركين. يبقى عندي 3 اولاد، 3 فيهم بركة، كل 3 مباركين. زي ما احنا ما بنقول يا رب بارك لي في ولادي، يعني يا رب انتفع بيهم كلهم. يا رب بارك لي في رزقي، يبقى يا رب انتفع بقدر كبير من الرزق بتاعي ده. صلاة الفجر بقى هي البركة كلها، وهي وقت توزيع البركات من رب العالمين. على فكرة صلاة الفجر عن تجربة شخصية هتفرق معاكي جدا في نشاط يومك. يعني انت كل يوم بيبقى عندك معركة، 3 عقد الشيطان بيعملهم على راسك، 3 عقد. إذا قام وذكر الله اتحلت عقدة. يعني لما تقومي وتقولي الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور، أول عقدة عندك اتفكت. لو قمتي اتوضيتي، تاني عقدة عندك اتفكت. طب صليتي، تالت عقدة اتفكت. يبقى انت كده كسبتي المعركة، ويومك في نشاط وقوة وخير ورزق وبركة. حاجة تانية، كونك ان انتي، يعني حاجة تانية عايزة برضو انبهك ليها، كونك ان انتي بتظبطي منبهك الساعة 6 عشان اولادك يصحوا للمدرسة، او بتظبطي المنبه لزوجك علشان يصحى لشغله، تمام، مع ان الشمس بتبقى لسه طالعة بقالها 10 دقايق. طب نشوف ده بقى على ميزان السلوك ايه. يعني انتي بتحبي ولادك وبتحبي زوجك، فانتي بتهتمي لامورهم وبتظبطي لهم المنبه وبتصحي لهم، تمام. ده كده ميزان سلوكك في بيتك مع اطفالك ومع زوجك. طب ميزان سلوكك مع الله بقى اخباره ايه؟ بتحبي ربنا؟ طبعا لو سألت اي حد هو انت بتحبي ربنا هيقولك اه طبعا. طيب ميزان سلوكك بقى مع الله اخباره ايه؟ يعني بتعبدي ربنا زي ما امرك؟ يعني بعبد ربنا عز وجل في الوقت اللي هو امرني بيه، ولا زي ما انا عايزة في الوقت اللي انا اكون متاحة فيه وفي الوقت اللي انا عايزاه وحسب ظروفي؟ عايزة اقول لكم للأسف في ناس عايشة حياتها بأربع فروض فقط، والفجر بتصليه صبح لما تصحى. كأني بقول لربنا ده نظامي، معلش يعني انا نظامي كده، ما بصليش الفجر، ما بصحاش الفجر، فبصلي الفرض هو 4 فروض، وبصلي الصبح لما اصحى وخلص على كده. كأنها بتقول لربنا هو ده نظامي. يبقى ازاي بتحبي ربنا وانتي ممشيه العبادات حسب ظروفك انتي، مش حسب ما ربنا ما امرك تصلي الفرض امتى في الوقت الفلاني؟ لا، انتي بتصليه على كيفك في الوقت اللي انت شايفاه صح او مناسب، يعني وقت ما ظروفك تسمح. فبتقومي بقى تصلي فين؟ آه ميزان السلوك مع ربنا فين؟ بتحبيه يبقى لازم تنتظمي في العبادات صح، لازم نطبق اللي ربنا امرنا بيه صح، مش حسب ظروفك انتي. لا، الكلام ده بقوله ليا قبليكم. عايزين ان شاء الله، احنا خلاص داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. احنا في شعبان اهو، خلاص فاضل ايام معدودة وهندخل على رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يتقبل مننا يا رب صالح الاعمال. نبدأ من دلوقتي بالله عليكم ننتظم على الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، يعني في ضمان الله، في ضمان ربنا،
في رعاية الله وفي رعاية ربنا. وطبعا ده مش معناه ان انا مش هيحصل لي مشاكل، لا طبعا، احنا كده نبقى فاهمين ثقافة الابتلاء غلط. الابتلاء احيانا بيكون في درس، احيانا بيكون في عبرة، وبكون انا محتاجة الدرس ده او بكون محتاجة العبرة دي. وحتى لو انا حصل لي ابتلاء او محنة او مشكلة، فتلاقي ربنا بيبصرك وبيوريك الحكمة من الابتلاء ده، او الحكمة يعني من الاشياء. فانا بقى لو مصلية الفجر وفي ذمة ربنا، فابتلائي بيكون اخف، او يكون وقع الابتلاء ده على قلبي يكون اهدى. فاهمين؟ فهمتوا معنى ان اللي بيصلي الفجر في جماعة بيكون في ذمة الله؟ طيب هتقولي لي انا بنوتة او انا ست ومبعرفش اصلي الفجر في جماعة، مثلا زوجك بينزل يصلي في جماعة وانتي طبعا يعني ما بتعرفيش تنزلي تصلي في المسجد الفجر في جماعة. تاخدي الاجر بالنية. لو انتي فعلا يعني الدنيا كانت مهيئة ومسموحة لك وانتي نيتك كده، فتاخدي الاجر بالنية، ان انا يا رب كنت اتمنى ان انا اصلي الفجر في جماعة، ولكن المسجد مقفول وما ينفعش ان انا انزل في الوقت ده في الفجر وكده. وعايزة اقول لكم في عبادات ربنا بيجازينا بيها اجر اضافي، زي مثلا اللي يقول سورة الاخلاص قل هو الله احد، فدي بتعادل ثلث القرآن. فتيجي واحدة تقولك ينفع ان انا اواظب على قل هو الله احد بس واسيب بقى القرآن؟ لا، ده اجر اضافي للناس اللي عايزة تعمل تجارة مع ربنا، الناس الشاطرة اللي بتحب التاجر مع ربنا في العبادات. طيب بالنسبة لصلاة الفجر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نص الليل. من صلى العشاء في جماعة كأنه قام نص الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. متخيلين؟ وكل الأجور بالنية، عليه أفضل الصلاة والسلام. فمتخيلين فضل صلاة الفجر، وإن اللي بيصلي صلاة الفجر ده بيكون في ذمة ربنا؟ متخيلين قد ايه حاجة جميلة جدا؟ فأتمنى إن الفيديو يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. وأي نصايح أنا يعني بنصح نفسي بيها قبلكم، لازم تبقوا عارفين حاجة زي كده، ان احنا كلنا بنجاهد نفسنا. وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا افيدكم في اي معلومة، خصوصا المعلومات الدينية. اي معلومة بسمعها بتعجبني او بحسها كده من قلبي، بحس ان انا لازم اطلع اقولها لكم، لعل وعسى حد يهتدي من كلامي وينتظم على الصلاة، وينتظم على اي حاجة كويسة انا بقولها او اي نصيحة انا بقولها. بتمنى يعني ان انتم يكون في استجابة، واتمنى ان الفيديو يعجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى تعملوا لايك وكومنت، واللي مش مشترك في قناتي انا ايمان نصار ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم باقي الفيديوهات ان شاء الله. انتظروني في فيديوهات جاية كتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.